فكرت قبل كده تختفي، مش تموت، تختفي من الزحمة، من الضغط، من الناس، من النوتيفيكيشنز، من المقارنات اللي بتخنقك وانت ساكت. أوقات بنحس إننا فقدنا نفسنا، وكل ما نحاول نرجع نضيع أكتر. الناس شايفة حياتك ستوريز، بس محدش شايف وجعك الحقيقي. حتى انت نسيت شكلك من غير فلاتر. تعرف امتى تلاقي نفسك؟ لما تختفي، بس مش من الحياة، من الناس اللي بتستهلكك، من الشاشات اللي بتاخد وقتك، من الكلام اللي بيضيعك. لما تختفي وتروح لربنا من غير كاميرا، من غير حد ما يشوفك، ساعتها هتسمع الصوت الحقيقي اللي جواك، مش صوت الترند، صوتك انت وصوت ربك. الاعتزال مش ضعف، والهدوء مش هروب، والبعد عن الناس مش نهاية، ده بداية. بداية إنك تلاقي اللي خلقك قبل ما تكمل تدور على نفسك في الناس. لو قلبك تعب، لو حاسس إنك مش موجود، اختفي شوية. اختفي علشان تتشاف. بجد اختفي علشان ترجع. جرب تقفل موبايلك شوية وتفتح مصحفك، تسيب الدنيا وتقعد لوحدك بينك وبين ربك. جرب تدعي وانت لوحدك. جرب تعيطين من غير ما تكتب بوست انك مكسور. الاختفاء مش ضعف، الهدوء مش هروب، والعزلة مش اكتئاب. دي لحظة تصالح. تصالح مع نفسك، تصالح مع اللي خلقك، تصالح مع الدنيا، من غير ما تجري ورا رضا الناس. عارف أجمل حاجة في ربنا؟ إنك ممكن ترجع له في أي وقت، حتى وإنت مكسور، حتى وإنت تايه، حتى وإنت سايب الكل. وكل مرة تختفي فيها عن الدنيا ربنا بيقرب أكتر. فلو تعبت، اختفي. لو تايه، اختفي. لو مش لاقي نفسك، اختفي. بس اختفي علشان تلاقي اللي عمره ما ضيعك. أنا زانتوكس، وكل كلمة هنا من قلب بيدور على السلام، مش الشهرة. لو حاسس إنك محتاج ترتاح، ابدأ من هنا. ولو الفيديو عجبك ما تنساش الاشتراك بقى. سلام.